السلام عليكم. أوقات كتير كده بييجي لنا أوقات صعبة نحس فيها إن إحنا محتاجين لحد ييجي ينتشلنا من الوضع الصعب اللي إحنا فيه. طبعًا بيبقى عندنا دايمًا العَشَم ده، بس هو للأسف لازم نبقى واقعيين، ده مش موجود، إن حد ييجي ينتشلك أو يقول لك ياخد بإيدك ويقول لك تعالَ هاحل لك مشكلتك، ده مش موجود. فلازم يبقى عندنا قناعة إن الحل الوحيد للخروج من أي مشكلة إحنا فيها هو إحنا مش حد تاني. لو المشكلة زي مشكلة العصر مثلًا، مشكلة مادية، مشكلة إن إحنا بنشتغل في مكان غير مريح، فالحل إن إحنا لازم نشتغل على نفسنا، لازم نطوّر من نفسنا. فأنت كمان يعني لو أنت بتمُر وأكيد أغلبنا كشباب بنمُر بالمراحل دي، لازم يكون عندنا الوعي الكافي إن دي سُنّة الحياة، إن الحياة مش هتبقى سهلة وتبقى وردي، وإن هتجيب لنا الأمنيات اللي إحنا كنا مخططين لها وإحنا صغيرين، دي اسمها أحلام وردية الحقيقة. فلازم يكون عندنا الوعي الكافي لده، ولازم يكون عندنا الوعي إن إحنا ما نستسلمش للظروف، يعني مش طول الوقت شماعتنا هي هتبقى الظروف يعني، مش هنحُط اللوم عليها طول الوقت. لإن ده مش هيفيد، يعني إحنا لو قعدنا من هنا للسنة الجاية مثلًا نلوم الظروف ونلوم الوضع ونلوم الكلام ده، مش هيفيدنا في حاجة، مضبوط؟ فلازم تكون مصدّق من جواك وفاهم إنك محتاج تغيّر من حياتك، يعني رغم اللي أنت فيه من المشاكل والضغوط، ورغم إن يعتبر كل حاجة بتبقى شايفها حواليك صعبة وبقى لنا كتير بنعاني يعني، فدي حاجة تخلّيك وتخلّيني إن إحنا بالعكس هي دي فرصة إن إحنا ندوّر إزاي نغيّر من الوضع ده. بلاش كده نبقى عاملين زي يعني آسف أعزكم الله زي الضفدع، يعني الضفدع ده مشهور عنه إن هو بيتكيّف مع الظروف لأعلى درجة حتى الموت. يعني إيه؟ يعني الضفدع ده جابوه عملوا عليه تجربة وحطّوه في مَيّة وولّعوا على المَيّة وسابوها تسخن، كل ما تسخن كل ما الضفدع يتكيّف، يعني مش عايز ينُط حتى من المَيّة، لأ بيفضل يتكيّف مع درجة الحرارة، فضل يتكيّف والحرارة بتزيد والسخونة تزيد لغاية ما المَيّة وصلت لمرحلة الغليان واتسلق ومات. فيعني بلاش نبقى زينا زي الضفدع ده يعني. فلازم نوعّي نفسنا دايمًا إن خلاص أنا في وضع مش عاجبني معيّن، لأ أدوّر إن أنا إزاي أحسّن من الوضع ده. أنا مثلًا باشتغل في مكان مش عاجبني، مكان دايمًا أنا ناقم عليه وناقم على سياسته وناقم حاسس إن ده مش مكاني، وده يعني مع أغلبنا. فإيه اللي المفروض بيحصل؟ المفروض إن أنا باشوف إيه اللي أنا نِفْسي أشتغل فيه، يعني كُلّنا عندنا كده حاجة في الbackground عندنا في الخلفية، أنا شكل حياتي بتبقى عاملة إزاي، نِفْسي أشتغل في مكان عامل إزاي، سواء خاص أو سواء في شركات. فأنا باشوف الخلفية اللي عندي دي اللي نِفْسي فيها وأشتغل على نَفْسي. أنا مش هينفع ما يكونش عندي أي مقومات وأروح إيه، أقعد طول الوقت إيه، أنا نِفْسي في الشغلانة الفلانية، نِفْسي في الشغلانة الفلانية. والله عايز أقول لك لو أنت فضلت كده بتقول نِفْسي، الشغلانة بتيجي لك فعلًا، بس أنت مش جاهز ليها. يعني أنت يعني حصلت معايا كذا مرّة، يعني مثلًا باقعد مع أصدقاء ليّا كتير من ما شاء الله في أغلب المجالات الناجحة اللي هي العملية بتاع الأيام دي، وباقعد أتكلّم معاهم عن أحلامي وطموحاتي، فبالاقيها فعلًا بيجيب لي شغل في الأماكن دي، بس أنا مش ما عنديش المقومات. طَب أنت ليه بقى عمّال طول الوقت تلوم الظروف وتلوم المكان اللي أنت بتشتغل فيه والكلام ده؟ أنت لازم بيقول لك مقامك حيث أقمت نفسك لا حيث أقامك الناس. فأنت اللي بتقيّم نفسك وبتقيم نفسك في المكان اللي أنت تستاهله. فأنت مش راضي على الوضع، خلاص ابدأ اشتغل على نفسك واسعى. والله يعني عايز أقول لك أنت طبعًا الواحد بيبقى مستبعد الفكرة، بس لمّا بتبتدي تسعى سبحان الله بتلقى أنت لو حاطط مثلًا إن أنت ممكن محتاج سَنة، فبتلقى أصلًا سعي حقيقي واتكال على ربنا في كام شهر بتلاقي نفسك ربنا كرمك. وده والله حصل معايا فعليًا، بس طبعًا الواحد إيه، بيرجع ينتكس وبسبب إن هو الواحد عنده زي مرض العصر اللي هو التشتُّت ده، اللي هو بيقولوا عليه متعدد الشغف. فطبعًا كل ما أبدأ في حاجة كام شهر واسيبها واروح لحاجة تانية، فلقيت نفسي المحصّلة في الآخر إيه، المحصّلة عندي فكرة عن كل حاجة، بس مش متخصص في حاجة. فهي دي كانت المشكلة معايا. فأنت الأفضل لأ، شوف إيه اللي أنت نِفْسك بتحلم بيه ونِفْسك تشتغل فيه وابتدي. أنت كده الأيام بتجري، يعني والله يعني كل سَنة بتجري عن السَنة اللي قبليها. يعني أنا يعني سَنة 24 أنا قُلت أنا آخر 24 مثلًا في المكان اللي أنا فيه عشان خاطر أروح أنتقل لحاجة أحسن. فقعدت 24 وقعدت 25 وبسبب إن أنا يعني مش منضبط في حاجة معيّنة أنا باتعلّمها، فزي ما أنا أهو. بس الواحد بيحاول يعني تمام. فأنت حاول تتعلّم من الخطأ اللي أنا وقعت فيه ده ودوّر على حاجة أنت تكون حاسس إنّك هتلاقي نَفْسك فيها. المجالات بقت كتير، مش لازم خالص تكون أنت شهادتك في الحاجة دي، بالعكس دلوقتي أنت المهم عندك إنّك خدت فيها بقيت محترف فيها، أو حتى لو مش محترف المهم إن أنت تكون اتعلمتها كويس، تمام. دلوقتي ما بيدوّروش على شهادات خالصة. فاشتغل على الموضوع ده وإن شاء الله ربنا هيكرمك بجد. حاول برضه يكون عندك الوعي الكافي إن في حاجات في حياتنا دلوقتي بقت واخدة كل وقتنا، المشتتات الرهيبة اللي بقت واخدة
طاقة ذهننا واخدة طاقة فوق الطاقة، يعني دلوقتي بجد، بجد الموبايلات دي بقت لعنة، يعني هو العالم كلّه بيتكلّم عن الموضوع ده دلوقتي، الموبايل ده بجد بياخد منّك كمية وقت وطاقة مش طبيعيين، وتيجي أصلًا عشان خاطر تعمل حاجة تانية لمّا يبقى طاقتك رايحة على الحاجات اللي هي الملهيات دي، تيجي تعمل حاجة تانية ما بتلقاش نَفْسك قادر، ليه؟ لإن خلاص ذهنك مستهلك ومُخّك تعبان من كتر الحاجات اللي بتشوفها ومن كتر إن أنت قاعد باصص في الموبايل، ومن كتر مثلًا إن أنت متعوّد تسمع أفلام، بتشوف أحدث حاجة نزلت وتتفرّج عليها، أنا كنت كده زمان برضه، فأنا لدرجة إن أنا كنت آجي أعمل حاجة جديدة، مثلًا إن أنا أقرأ أو أتعلّم عن حاجة جديدة أو أسمع حتى أو أقرأ مقال أو أسمع فيديو طويل شوية مفيد، مش قادر، لإن خلاص الذهن مُستهلك تمام، فأنت لازم ترمي كل الملهيات دي ورا ضهرك، طبعًا الموضوع ده ما بيجيش في يوم وليلة تمام، الموضوع بدأ معايا إن أنا بدأت أشوف حاجات مفيدة أسمعها، حاجات تعرّفني عن شخصيتي، حاجات لازم نعرف إحنا طلعنا بصراحة في نسبة جهل عالية جدًا عندنا، إن إحنا السلوك بتاعنا مش قادرين نفسّره، إيه سبب السلوك اللي إحنا الصادر مننا ده مش عارفين نفسّره، ما عندناش وعي كافي، لكن لمّا بتسمع فيديوهات دلوقتي أنت لو بس كتبت كلمتين من المشكلة اللي عندك على سواء جوجل سواء مقالات يعني أو يوتيوب، تلاقي آلاف الفيديوهات طلعت لك يعني، فأنت اسمع الفيديوهات دي، الفيديوهات دي والله يعني أنت لو أخدت بس بجد يعني أنا بالنسبة لي بقت أنا ممكن أقعد أسمع فيديو ساعة أو ساعتين، ممكن ينوّر معايا في حاجة واحدة بس، يعني نقطة واحدة بس ألقى نوّر معايا وإيه ده، ده أنا فعلًا الموضوع ده وممكن الموضوع ده مثلًا يكون حاصل معاك منذ الصغر، يعني تقول لي طَب أنا إزاي مش عارف المعلومة دي؟ ما أنا كده مثلًا كنت فاهم نَفْسي مثلًا إن أنا مش باعرف أتكلّم، ما عنديش مَلَكة الكلام، فأنا خلاص هافضل كده طول عمري، لأ، في حاجات وفي أسباب وفي علاج للأسباب دي وحاجات كتير جدًا، فأنت بتقول طَب أنا لو أعرف الحاجات دي من زمان، أنا كنت المفروض كنت أبقى في حاجة أحسن من اللي أنا فيها دلوقتي، فأنت لأ، لازم تتعلّم ولازم تسمع ولازم تقرأ، الموضوع ده مهم جدًا، القراءة دي مهمة جدًا والبودكاستات لو أنت ما لكش في القراءة، في دلوقتي كُتب مسموعة ملخّصة مفيدة جدًا والله، يعني مش عايز أقول لك بجد هتغيّر فكرك وهتغيّر عقليتك وهتغيّر نظرتك للحياة عمومًا، يعني مش عارف أوصف لك الموضوع إزاي، بس أنا بجد كنت حاسس إن أنا قبل المرحلة دي أنا كنت فين، أنا مش عارفني، أنا الفترة اللي فاتت دي ما كنتش عارفني. لكن لمّا رُحت دوّرت على الحاجات دي، وربنا ألهمني وبدأت أسمع وبدأت أدوس على نفسي وبدأت أتعلّم، وبدأت أبُص بقى للأمور على حقيقتها، أول حاجة بتعلّمك الدنيا على حقيقتها، وبتعلّمك حقيقة السعي وحقيقة إن أنت لازم برضه إن الآخرة خير وأبقى، يعني بتعلّمك حاجات بتحُط الأمور في نصابها زي ما بيقولوا، فبتلاقي نفسك أنت ذهنك صافي، الحياة مش متكالبة عليك، مش أي حاجة كده تيجي تخطف انتباهك وتجري، تمام؟ أنا مش عايز أطوّل في الحتّة دي جدًا، بس والله دي مربط الفرس، إن أنت عقليتك بجد نمسح بقى الحاجات اللي هي قافلة على عقلنا دي، نحاول ننضّف عقلنا شوية ونسمع حاجات مفيدة يعني، عشان خاطر نَفْسنا، عشان خاطر أنا أبقى واعي باللي بيحصل معايا وباللي حواليّا، أبقى واعي لتصرفاتي، يعني في ناس أنا اكتشفت إن في ناس للأسف بعد عُمر كبير جدًا بيعيشوا ويموتوا مش واعيين لتصرفاتهم، مش قادر يحكم على تصرُّفه ده هو صح والّا هو طبعًا بيعمل التصرُّف وفاهم إنه صح، لكن ما يعرفش إن للأسف تصرُّفاته كلّها غلط، تصرُّفاته كلّها الناس اللي حواليه نافرة منّه، وهو طبعًا الناس دلوقتي ما حدّش بيقول لحد في وشه أنت بتعمل كده ليه؟ ما حدّش عنده الطاقة دي أصلًا إنه يجادل، فبيسيبوه حتى الأب نفسه بقى بيتساب يتصرّف زي ما هو عايز، ليه؟ عشان خاطر طبعًا مهم جدًا إنّك تبقى لازم تكون بَرّ بوالديك، بس مش قصدي يعني، قصدي إن ما حدّش دلوقتي بيقول لحد أنت عندك مشكلة 1، 2، 3 حاول تعدّلها، ما حدّش بييجي يقول لك كده، والله حتى لو صاحبك ما بيجيش هو بيحاول زي ما بيقول لك صاحبك على عيب، فما بيجيش يقول لك ياخدك من إيدك يقول لك تعالَ أنت عندك كذا، كذا، كذا محتاج تعدّله، عندك الفكر كذا، ليه؟ لإن ما حدّش عنده طاقة، يعني الناس معذورة ما حدّش عنده طاقة، فأنت لازم تدوّر جوّه نفسك على آآ إيه اللي المفروض أنا أبقى عليه، أنت شاب مسلم عربي الحمد لله ربنا أنعم عليك بحاجات كتير جدًا، فأنت المفروض تدوّر إيه ال 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 إيه الرسالة اللي ربنا أصلًا إحنا مش جايين كده كلّنا كل واحد عنده رسالة لازم يعملها، فإحنا مش جايين كده نعيش وخلاص، مش جايين كده نشتغل ونروّح ناكل ونشرب وننام، لأ، في رسالة معيّنة أنت لازم تأدّيها، فأنت لازم تزكّي نَفْسك، لازم تعلّم نَفْسك، لازم تدرّب نَفْسك. الحاجة اللي أنت لاقي نفسك مش لاقي نفسك فيها، شوف حاجة أنت تكون لاقي نفسك فيها، حاجة تكون بتخدمك، بحيث إن أنت ما توصلش لمرحلة من الضغط الذهني اللي تخلّيك لا قدّر الله تخسر نفسك وتخسر حياتك وتخسر أولادك. أصل أنت لو ما عندكش في الخلفية بتاعة دماغك الحاجات الصح، طيب أنت معلش أنت هتتجوّز وتخلّف، هتربّي ولادك على إيه؟
تمام، هتعرف تمشّيهم إزاي، هتعرف تحط لهم طريق يمشوا عليه إزاي. طبعًا كُلّه ربنا مقدّر يعني، بس دايمًا بادوّر إن إحنا اللي لازم نحسّن من نَفْسنا، دَوّر على إنّك تحسّن من أمورك، تحسّن من نَفْسك. عندك علاقتك بايظة مع زمايلك في الشغل، دَوّر إزاي ابحث واعرف إزاي إيه المشاكل اللي عندك، ليه أنت الناس كُلّها واخدة جنب منّك أو ليه مش عشان خاطر الناس كُلّها وِحشة، ده صعبة جدًا، فأنت لازم تحسّن من نَفْسك. اعرف باقرأ قرآن وباصلّي وتوفيقي غايب عني، اعرف إيه السبب. اعرف يمكن في مشكلة كبيرة تانية، في حاجة عندي فيها مشكلة كبيرة تانية، تمام، اعرف ليه لمّا باقرأ قرآن ربنا مش مدّيني مَلَكة الكلام مع الناس أو القبول مع الناس، اعرف برضه إيه السبب، اعرف إيه مشاكلك وحلّها. أنا عارف إن الكلام ممكن يبان قاسي شوية، بس أنا والله باكلمك من قلبي، لإن أنا كنت في يوم من الأيام في الوضع ده، يعني في الوضع اللي أنا مش حابه، من الوضع اللي أنا رافضه، لكن لمّا ربنا يكرمك بتبحث وتدوّر وتطوّر من نفسك، لأ، ذهنك بيرتاح وبتعرف تفكّر صح، وبتعرف تاخد قرار صح، دي أهم حاجة. أنت بتعمل كل ده ليه؟ عشان خاطر توصل للقرار الصح، اللي هو بناءً على القرار ده حياتك بتتحسن. لكن لو أنت ما فيش حاجة دماغك ضايعة في اللاشيء ومع الوقت دماغك برضه ما فيش جديد بيتضاف ليها مفيد، فبتلاقي نفسك أنت بتاخد قرارات كلّها بتلوِّش زي ما بيقولوا، فده مش منطقي يعني. فزي ما قُلنا لازم يكون عندنا القناعة ونكون واعيين إن دايمًا نقول لنفسنا طول الوقت أنا الوحيد اللي لازم ينتشلني من الوضع اللي أنا مش حابه، تمام؟ لإن ما فيش حد دلوقتي قادر يمسك حد كده وياخده من إيده زي الأفلام والحاجات اللي بنشوفها دي، واحد ييجي واخد حد كده ويقول له أنا هافضل معاك، أنا هافضل وراك لحد ما إيه، لأ ما فيش حد هيعمل كده، فأنت الحل ده في إيدك والموضوع ده في إيدك إن شاء الله. فطبعًا الكلام ده لمّا أنا باقوله لك، باقوله لنفسي الأول، باسمّع نفسي الكلام ده، فعشان خاطر زي ما قُلنا زمان لمّا تحب تثبّت معلومة عندك أو فكر معيّن، أنت بتناقش الفكر ده عشان يثبت عندك وتقتنع بيه، لمّا بتقول لسانك يقوله ودانك بتسمعه من نفسك، فعقلك بيصدّق، إحنا بنحاول إيه، برضه يمكن أنت تستفيد منّي، أنا كمان الحاجة دي اللي أنا باقولها باحاول أستفيد منها يعني. لازم نبقى مقتنعين إن أي حاجة في الدنيا هتاخد وقت معاك، يعني مش مشكلة، إحنا كده الوقت بيروح في الفاضي، الوقت ده بقى لمّا نضيّع الوقت على حاجات مفيدة وتفيدني والقى نفسي مع الوقت باتغيّر حتى لو بنسبة بسيطة جدًا، بس مش مشكلة، اسمي باتغيّر واسمي باتحسّن واسمي باعدّل من تفكيري واطوّر من نفسي، وإن شاء الله توصل للحاجة اللي أنت بتحلم بيها، حتى لو لا قدّر الله ما وصلتش للحاجة اللي أنت حاططها في دماغك، بس أنت اسمك ماشي على الطريق الصح، يعني الصحابة والتابعين ما حضروش الفتح الإسلامي العظيم ده، لكن هم إيه، ماتوا على الطريق، فماتوا وهُم راضيين برضه، يعني ربنا هيكافئك في الدنيا وفي الآخرة، هيكافئك في الدنيا إن أنت من جواك هتبقى راضي، يعني من جواك هتبقى أنا عارف أنت لمّا التعب النفسي فين، إن أنت بتحس أنت مش بتعمل اللي عليك، فده بيتعبك نفسيًا أكتر، لمّا مثلًا يبقى عندك حاجة المفروض تعملها وقاعد مكسل تعملها، مخك بيفضل طول الوقت يأنِّب فيك، هو اللي بيكسلك بس أنت طول الوقت ضميرك هو اللي بيأنِّب فيك، فاهم قصدي؟ فأنت لمّا بتبقى على الطريق لأ أنا تمام، أنا مرتاح، وعندي يقين بربنا إن شاء الله إنه هيراضيني، يعني عامل كده زي طالب الثانوية العامة اللي بيذاكر بس يعني للأسف الثقافة ما اتزرعتش فينا إن إحنا يعني بنتعب وبنعمل علينا وواثقين في ربنا إنه هيكافئنا. إحنا للأسف فكرنا المحدود كنا فاكرين إن هيكافئنا بالكلية الفلانية اللي هي درجتها كذا اللي أنا نفسي فيها، ده غلط خالص للأسف، ودي حاجة لازم الأهالي يغيّروها، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتسعى وبتعمل اللي عليك وبتجتهد، وعندك يقين في ربنا برضه إن مش هيضيّع تعبك ده، دي أهم نقطة، ليه بقى؟ لإن أنا شُفت ناس خصوصًا الأيام دي ما شاء الله، ناس كانت مجتهدة جابت سواء درجات عالية أو درجات قليلة، وحياتها راحت في حتّة تانية، يعني حياتها ربنا كرمهم في حتّة تانية خالص عن اللي هم كانوا رايحين عليه، فأنت دايمًا خلّي عندك الحتّة دي، السعي ربنا مش هيضيّعه، صدّقني مش هيضيّعه خالص، والله العظيم هتحس براحة ما بعدها راحة، تحس هو إحنا بنجتهد وبنسعى وبنعمل اللي علينا كل ده ليه؟ عشان خاطر أول حاجة حياتنا تبقى كويسة ومخنا يبقى مرتاح، تمام؟ الغاية كلّها في الآخر إن أنت تبقى عامل الحاجة الصح، تمام، أنا مش عايز طوّلت أوي في الفيديو ده، بس يعني فيديو من القلب، أول مرّة أعمل فيديو من القلب كده أوي، واخد راحتي فيه، حتى الscript اللي مكتوب واخد منّه كده رطوش، فيعني إن شاء الله أتمنى إن أنت تفهم إن أنت أتمنى تكون أنت لو في وضع مش عاجبك، حاول تطوّر من نَفْسك، حاسس إن أنت الناس ليه متآمرين عليَّ، الناس اللي في حياتك كده، فحاول تشوف إيه المشاكل. حاول تشوف إيه المشاكل وعدّلها، إن شاء الله ربنا يكرمك ويكرمنا إن شاء الله، وأتمنى يعني يا رب، يا رب الفيديو ده يوصل لقلبك لإنه طالع من قلبي فعلًا، وربنا يوفقك بإذن الله، وفي الآخر السلام عليكم.